متحف الفن الحديث بدار الأوبرا المصرية بيوثق أعمال أجيال من الرواد من بداية الحركة التشكيلية في مصر لغاية وقتنا الحالي. ومتحف الفن الحديث ما بيقلش أهمية عن متاحف الفنون الحديثة بالعالم، لأن أعمال الفنانين التشكيليين المصريين من الرواد بتصل لمستوى العالمية. ولما تولى الخديوي إسماعيل مصر ولعه الشديد بمظاهر الحياة الأوروبية خلاه يفكر في إنشاء مدرسة فنية، وبالفعل أنشأ الأمير يوسف كمال مدرسة الفنون الجميلة. وكانت مفاجأة كبيرة لما أقبل عليها المصريين بشغف وتقدم لها 170 طالب مصري في شهر واحد. اللي أكد الحكاية فكرة إنشاء مدرسة فنون جميلة مع الأمير يوسف كمال، ووجود المستشرقين والمبتعثين اللي جم من الخارج زي قاسم أمين والمجموعة المفكرين والأدباء، إزاي إن الفن مهم في مصر، وخاصة إن إحنا أصحاب حضارة فنية بيتحدث عليها العالم، ويمكن بيقولوا إنها من 7000 سنة. الطلاب المدرسة الفنون الجميلة اللي جت وأشرف عليها فنانين مستشرقين، هنلاقي إن التلاميذ دول زي محمود مختار ومحمود سعيد ومحمد ناجي والمجموعة الرواد في الحركة التشكيلية دول كان لهم بصمة، وكان في تحدي كبير إزاي يثبتوا إنهم مصريين. فنلاقي فنان زي محمود مختار مثلا، فنان ارتبط بالقومية المصرية، سواء في استدعاء الميراث الحضاري بتاعه اللي هو الفن المصري القديم، وازاي يعمل مزج وازدواجية في الفكر ما بين الكلاسيكية والفن الكلاسيكي والمصري القديم، وبالإضافة إلى إنها تبقى موضوعات مصرية خالصة، موضوعات منبعها الأرض المصرية والبيئة المصرية والفلاحة المصرية. وكانوا مقتنعين إن الفن اللي بيقدموه مختلف عن الفن الأوروبي، وإن أعمالهم كلها مصرية الطالع. ومن رواد الجيل الأول اللي ترك بصمة كبيرة في تاريخ الحركة التشكيلية ابن الإسكندرية الفنان محمود سعيد. الفنان محمود سعيد ولد سنة 1897، درس القانون في فرنسا، عمل في مجال القضاء، وبسبب عشقه وولعه للفن التحق بمدرسة الفنون. ومتحف الفن الحديث بيعرض أهم أعمال الفنان محمود سعيد، ومنها لوحة المدينة اللي بتعتبر جوهرة متحف الفن الحديث. نشوف لوحة زي لوحة المدينة بتاعت محمود سعيد، هنلاقي إن محمود سعيد هو عامل المدينة، والمدينة هنا هو مش محدد المدينة هي مدينة إيه، يعني هو اسكندراني صحيح، لكن لما عمل المدينة هو عمل مصر، عمل كل المدن بتاعت مصر. يعني هنلاقي جمع أعماله كلها وحطها في عمل فني واحد. هنلاقيه إزاي بنى برضو العمل الفني بطريقة كلاسيكية في بناء التكوين. مثلا هنلاقي إن هو عامل تكوين القطاع الذهبي اللي هو تلت وتلتين، إزاي مقسم اللوحة لتلت وتلتين، نقسم مع الراجل اللي راكب حمار هنلاقي ده تلت وبقية اللوحة تلتين، وفي نفس الوقت مقسمها هرمي. لما ناخد مثلث كده من راس البنات الحلوين دول ونمد الخط هنلاقي إن هو بناء هرمي، لكن في حالة تعبيرية مصرية خالصة. نبص للوجوه ونبص للملامح، هي مصرية، هي مش أوروبية. نبص للبنات البحري، هم بنات مصريات وبالزي المصري.
الراجل بتاع العرقسوس مثلا، وتحس بتقل الجره اللي هو شايلها بتاعه العرقسوس ديت ازاي انها تقيله، والتلج ساقع بدرجات اللون بثانيه ظهر الراجل، ازاي الراجل ظهره متني من تقل القدره اللي هو شايلها. فهنا هي حالة تعبيرية مصرية. أنا الراجل بتاع العرقسوس ده ما نلاقوهوش في الملامح الأوروبية، لكن هنلاقيه في مصر. هنلاقي ملامح الحمار والعين الفرعونية المصرية القديمة، وإزاي إن هو رسمها بحالة تعبيرية وفيها حالة من الجمال والاستمتاع بالشكل وبالمضمون. إزاي إن إحنا المدينة بتاعتنا فيها وحدة وفيها ترابط وفيها علاقات جمالية، فيها نظام بنائي وإنشائي، فيها قيمة تزيينية تسر الناظرين. وكمان من روائع الفنان محمود سعيد المعروضة في المتحف لوحة الصلاة. في اللوحة دي بيصور الفنان حالة من الروحانية للمصلين جوه المسجد، وبيعبر عنها من خلال الألوان والتكوين. بنقول كمان إن رواد الفن المصري الأوائل ليهم بصمة بتختلف عن الأساتذة الأوروبيين اللي كانوا بيدرسوا لهم، وعشان كده أعمال الفنانين المصريين بتنبض دايما بنبض بيئتهم المصرية الخالصة. ومن رواد الفن المصري كمان الفنان راغب عياد، وهو بيحب يظهر الشخصية المصرية بعمق شديد. لما نيجي نشوف عمل من أعمال راغب عياد، وهو فنان مصري أصيل، عبر عن حضارات مختلفة كتير، عبر عن الميراث الحضاري المصري القديم، وعبر عن الفن القبطي. له أعمال في جميع مجالات الفن برؤية مصرية خالصة. لما نشوف أعماله هنلاقي مثلا لوحة زي في الحقل ديت لوحة لو احنا بنقارنها بالأوروبية فهي مدرسة تعبيرية أوروبية خالصة، لكن لو احنا رجعنا لفنوننا المصرية القديمة هتلاقي ان راغب عياد باني العمل الفني بتاعه بناء مصري وكأنها جدارية منقوشة على أحد المعابد. لوحة في الحقل ازاي قسم العمل الفني الى تصفيف، ووزع على كل صف مجموعة من الأعمال اللي بيقوم بها الفلاح أو الفلاحة أو الأطفال حتى والحيوانات الحقلية داخل الحقل. هنشوف في الأول من تحت خالص أول صف إزاي البقرة أو الجاموسة بتجر الساقية وماشية، الفلاح بيمشي الساقية علشان تطلع المية من الأرض أو من البير أو إلخ. لكن إزاي إن هو عبر عن الملامح المصرية، وإزاي هو ميز ما بين الشكل الجمالي للبقرة والجاموسة. ودوت على فكرة كان أساس في اختيار الفنان المصري القديم لمقدساته. إزاي إن هو لما عمل حتحور عملها بقرة، لأن هي في الحالة التشريحية بتبقى شكلها أجمل من شكل الجاموسة، اللي هي التشريح العظمي بتاعها بيبقى أقوى وشكله جماليا مش قد كده. قصاد البقرة على طول هتلاقي واحدة بتعزف على الناي، ودوت ازاي ان يعني في حالة من التبادل البصري ما بين العازفة الناي والبقرة اللي هي مطحونة شغل وبتجر الساقية. في الصف الثاني هتلاقي مجموعة من الفلاحين اللي هم بيطلعوا المية من البير وبيسقوا الأرض وبيزرعوا. المرة اللي بعديها وخدوا بالكم ان الفلاح وهو رسموا بطريقتين من الملابس، ملابس في وقته
ما هو كان بيصور، وملابس مصرية قديمة اللي هي كانت بس وشاح بيغطي الجزء الأسفل من الخصر. فهنلاقي ازاي ان هو عمل ميكس ورؤية بصرية فيها كمان جماليات اللون، ازاي ان هو استخدم الوان مصريه جايه من النيل وجايه من الشمس وجايه من البيئه بتاعتنا، البيئه المصريه وبيئه الفلاحين. دخل بعض العناصر الحيوانات اللي هي بتساعد الفلاح في الحقل، دخل بعض الحيوانات اللي هي لها دور في الغيط وفي الزراعه واللي هي بتربيها الست المصريه جوه البيت. فهنا ازاي برضو مستمره فكره ازدواجيه الفن مع الفنان راغب عياد. لو شفنا لوحة تانية ليه اللي هي رقصة في أسوان، هتلاقي ودول في أسوان دول ناس يعني كلهم فن وحياتهم مرتبطة بالفن، هم بيشوفوا أو متعايشين مع الفن المصري القديم بحكم وجودهم مع الآثار المصرية. هنشوف إزاي إن هم عندهم حالة من الاستمتاع الدائم بلحظات السمر، ونشوف ازاي استخدامه بقى هنا للون المعبر عن البيئة، وازاي الشخصيات اختلفت من اللون في لون البشرة وفي الجلسة الأنس اللي هم قاعدين فيها، واحد بيطبل وناس بتسقف وناس بتغني. دي وكأن المجهود العمل اللي هم اشتغلوا بيه خلص، وابتدوا بقى يعيشوا لحظات فيها استمتاع بالحياة البسيطة اللي هم عايشين فيها.